الاكله اللي ريحتها تقتل بس برضه بناكلها وبنعشقها. معامل بكتيريا. وازاي سمكه ميته ومدفونه في الملح بقالها اسابيع قدرت تجمع المصريين على سفره واحده من 4000 سنه لحد النهارده. الحاج ابراهيم الفسخاني ما اسمعهاش. والاهم من كل ده ازاي المصريين القدماء اصلا جالهم قلب يخترعوا الاكله دي. الحكايه في كلمتين. الحكايه بدات من قلب النيل زمان وقت الفيضان. الارض كانت بتغرق مي، ولما المي كانت بتبدا تنشف كانت بتسيب وراها كميه سمك بوري مهول محبوسه في البرك. المصري القديم بذكائه ما كانش ينفع يسيب الرزق ده كله يترمي ويبوظ من الشمس. ومن هنا جت الفكرة العبقرية المصرية، حولت الأزمة لأكل. جابوا السمك وبدأوا يغسلوه كويس وبعدين يدفنوه في كمية ملح خشن ويقفلوا عليه في أواني فخار بالأسابيع. الملح هنا ما كانش بس عشان يخلي طعمه حادق، ده كان بمثابة تحنيط للأكل. الملح بيسحب الرطوبة وبيمنع السمك إنه يعفن، وده اللي خلاه يعيش معاهم شهور طويلة كخزين للأيام الصعبة. ومن وقتها والفسيخ بقى هو الراعي الرسمي لأعياد الربيع وشم النسيم، رمز للخير اللي بيطلعه النيل. الفسيخ مش مجرد وجبة، ده اختراع مصري أصيل تحدى الزمن. السر دايما كان في الصنعة، ملحه مظبوط يعني آمن، وقلة ملح يعني سم قاتل مالوش علاج. تفتكروا لو الفراعنة شافونا دلوقتي واحنا لسه بناكل اختراعهم ده كان هيبقى رد فعلهم ايه؟ وانا عن نفسي لا باكله ولا بطيق ريحته حتى. وانتم بقى اكتبوا لي في الكومنتات انتوا مع فريق الفسيخ ولا ضده. في النهاية ما تنسوش اللايك والاشتراك، ودي كانت حكاية جديدة من حكاوي الدهشة.